13 كرة ذهبية منتظرة في الأراضي السعودية. ما كان بالأمس القريب مجرد أمنية أصبح اليوم حقيقة ثابتة بعد تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو الذي شكل وصوله إلى الدور السعودي نقلة تاريخية فنيا وتسويقيا حتى من حيث المتابعة العالمية. سيكون التحاق ليونيل ميسي بأحد أندية دوري روشان السعودي أبرز حدث في كرة القدم منذ سنوات عديدة. ميسي الذي قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم تضعه التقارير الصحفية قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع نادي الهلال السعودي، رغم أن قلبه ما زال ينبض بحب نادي برشلونة الذي يريد إعادته إلى البيت الذي قدمه للعالم كموهبة خارقة. صفقة إن تحققت ستعني أن روح الكلاسيكو التي كانت بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا الإسبانية ستحلق شرقا وبالتحديد إلى السعودية. قطب الكرة العالمية في آخر 20 عاما رونالدو وميسي لن يكونا الوحيدين من بين نجوم الساحرة المستديرة الذين قد يحطون الرحال في الدوري السعودي. فأكثر اللاعبين تتويجا في ريال مدريد كريم بنزيما الذي سيغادر قلعة سانتياغو برنابيو رسميا سيلتحق بنسبة كبيرة بنادي اتحاد جدة في صفقة كبيرة أيضا. نجوم آخرون قد يشرعون أيضا في حجز تذاكرهم إلى السعودية، ولكن الوجهة بعدها قد تكون إلى مختلف الأندية على غرار سيرخيو راموس وسيرجيو بوسكيتس وإيدين هازارد وجوردي ألبا. هذه الصفقات المدوية ستغير خارطة كرة القدم العالمية التي احتدت على عبارة الدوريات الخمس الكبرى لتصبح الدوريات الست الكبرى الآن، ولكن الفارق أن سادس هذه الدوريات لن يكون أوروبيا بل سعودي.